ورا كل ثورة تكنولوجية بنعيشها دايماً بيكون في بطل خفي، محرك سري هو اللي بيشغل كل حاجة. وفي حالة الذكاء الاصطناعي، الثورة اللي بتغير شكل عالمنا دلوقتي، المحرك ده هو لغة برمجة، لغة قوية جداً وفي نفس الوقت بسيطة بشكل لا يصدق. النهاردة هنكشف السر ده ونعرف ليه اللغة دي بالذات أصبحت هي الاختيار الأول في عالم الذكاء الاصطناعي. يبقى السؤال اللي بتبدأ بيه رحلتنا هو إيه هي اللغة اللي بتدي القوة لثورة الذكاء الاصطناعي دي؟ الإجابة بايثون. ممكن الإجابة تبان بسيطة، لكن القوة الحقيقية بتظهر لما نعرف ليه بايثون بالذات. وعلشان نفهم ده، لازم الأول نشوف الذكاء الاصطناعي ده بيعمل إيه في حياتنا كل يوم. تخيلوا معايا إنكم بتخططوا لرحلة. شركات زي سكاي سكانر بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تتوقع إيه هي وجهات السفر الجديدة اللي هتبقى ترند، وتقدم اقتراحات مخصوصة لكل واحد فينا. ده بيحصل إزاي؟ عن طريق تحليل كميات مهولة من البيانات علشان تكتشف أنماط معينة، أنماط ممكن العقل البشري لوحده ما ياخدش باله منها. ولو رحنا لعالم الفلوس والتكنولوجيا المالية أو الفينتك، هنلاقي أن الذكاء الاصطناعي بيلعب دور أكبر كمان. منصات الاستثمار بتستخدمه عشان تحلل الأسواق وتتنبئ بأحسن الأماكن إن نحط فيها فلوسنا عشان نحقق أرباح أعلى. يعني ببساطة بيقلل المخاطر وبيخلي قراراتنا المالية أذكى وأكتر كفاءة. وحتى في مجال حساس ومهم زي الرعاية الصحية، الذكاء الاصطناعي بيغير قواعد اللعبة. بقى بيساعد في التنبؤ بالأمراض حتى قبل ما أعراضها تظهر، وبيضمن إن المرضى بياخدوا الدواء الصح في الوقت الصح. كل ده عن طريق تطبيقات بتستخدم تقنيات زي التعرف على الوجوه والأدوية. طيب جميل جدا. بس عشان نفهم كل ده بيحصل ازاي بالظبط، لازم نرجع خطوة لورا ونفكك المصطلحات دي. يلا بينا نتعمق في المفاهيم الأساسية، وهنبدأ بالماشين ليرنينج والمصطلحات المرتبطة بيه زي ال Artificial Element Intelligence. ال Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي، زي ما بتوضح الأبحاث، هو المظلة الكبيرة، المجال الواسع اللي هدفه يخلي أجهزة الكمبيوتر قادرة تحاكي الذكاء البشري. ده المفهوم العام اللي تحته بيجي كل حاجة تانية. جوه ال AI في فرع مهم اسمه الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة، وده جزء من الذكاء الاصطناعي بيستخدم تقنيات بتخلي الآلات تتعلم لوحدها من التجربة عشان تحسن أدائها في مهمة معينة. يعني ببساطة دي الطريقة اللي أنظمة ال AI بتتعلم بيها فعلا، عن طريق إننا نديها بيانات كتير تتدرب عليها نموذج معين. ومن هنا بنوصل لمستوى أعمق كمان، وهو ال Deep Learning أو التعلم العميق. ده بقى جزء من الماشين ليرنينج نفسه، وبيعتمد على حاجة اسمها Artificial Neural Networks أو شبكات عصبية صناعية، فيها طبقات كتيرة جدا. التركيبة دي بتسمح للآلة إنها تتعلم بنفسها عن طريق معالجة البيانات، وهي دي التقنية الجبارة اللي وراء أغلب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة اللي بنشوفها النهاردة. تمام، دلوقتي إحنا فهمنا المصطلحات، بس السؤال الأهم هو إزاي فعلا الآلات دي بتتعلم؟ يعني إيه اللي بيحصل جوه؟ يلا بينا ندخل في تفاصيل عملية التعلم دي ونشوف بتشتغل إزاي. في 3 طرق رئيسية للماشين ليرنينج. أول طريقة هي السوبرفايز ليرنينج، ودي بتعتمد على بيانات إحنا مصنفينها بالفعل. التانية هي الانسوبرفايز ليرنينج، وهنا النظام بيكتشف الأنماط بنفسه من بيانات غير مصنفة. والطريقة الثالثة هي الرينفورسمنت ليرنينج، ودي بتعتمد على فكرة الثواب والعقاب. خلينا ناخد أمثلة على أشهر نوعين عشان الفكرة تبقى أوضح. السوبرفايز ليرنينج فكرته بسيطة قوي. تخيلوا إنكم بتعلموا طفل صغير الفرق بين العربية والموتوسيكل. هتعملوا إيه؟ هتوروا له أمثلة. هتقولوا له بص دي عربية وده موتوسيكل. الآلة بتتعلم بنفس الطريقة بالظبط. بنديها بيانات متصنفة مسبقاً زي صور عربيات مكتوب عليها عربية، ومن كتر الأمثلة بتبدأ تتعلم الأنماط لوحدها. أما بقى ال Reinforcement Learning فكرته مختلفة شوية. يمكن أشهر مثال على ده هو تجربة ديب مايند الشهيرة اللي فيها ذكاء اصطناعي قدر يعلم نفسه يلعب لعبة أتاري ويحترفها. الفكرة هنا إن الآلة بتتعلم بالتجربة والخطأ. لما تعمل حركة صح بتاخد مكافأة زي النقط في اللعبة، ولما بتغلط بتتعاقب، ومع الوقت بتكتشف إيه هي أحسن استراتيجية عشان تجمع أكبر عدد من المكافآت. في قلب عملية الديب ليرنينج دي في محرك اسمه النيورال نتورك. هو عبارة عن إيه؟ نظام من العقد المترابطة أو النيورونز مترتبة في طبقات فوق بعضها. النظام ده بيحاكي طريقة تركيب المخ البشري، وده اللي بيديله القدرة إنه يلاقي الأنماط المعقدة جدا جوه البيانات. طيب النيورال نتورك دي بتعرف منين إذا كانت ماشية صح ولا غلط؟ هنا بيجي دور حاجة مهمة اسمها اللوس فانكشن.
الباحثين بيوضحوا إن اللوس فانكشن دي عبارة عن معادلة بتقيس نسبة الخطأ أو الخسارة في تنبؤات النموذج عن طريق إنها بتقارنها بالإجابة الصح. وهدف عملية التدريب كلها هو إننا نفضل نعدل في الشبكة دي عشان نخلي قيمة الخسارة دي أقل ما يمكن. وكل ده بيرجعنا لبطل قصتنا، لغة البرمجة اللي بتخلي كل الكلام المعقد ده ممكن وسهل. ليه بايثون بالذات هي اللي قدرت تسيطر على عالم الذكاء الاصطناعي؟ سيطرة بايثون بترجع لتركيبة فايزة. أولاً، سهولة الاستخدام. طريقة كتابة الكود بتاعتها بسيطة جداً، وده بيخلي التجربة والابتكار أسرع بكتير، ودي ميزة استراتيجية في مجال بيتطور بسرعة زي الذكاء الاصطناعي. ثانياً، النظام البيئي القوي بتاعها، يعني عندها مكتبات ضخمة جاهزة ودعم كبير من مجتمع المطورين. وأخيراً، مرونتها العالية، بتشتغل على أي نظام تشغيل تقريباً، وبتدعم أساليب برمجة مختلفة. يمكن أهم نقطة هي الوضوح، وده اقتباس من مخترع بايثون نفسه جويدو فون روسوم. بيقول فيه: لو كتبت حاجة بايثون الأسبوع اللي فات وجيت تقراها بعد 6 شهور، الكود هيفضل واضح. الوضوح ده هو فلسفة أساسية في تصميم اللغة، وده بيخلي التعاون بين الفرق والمبرمجين أسهل بكتير. ودلوقتي يلا نشوف الأدوات القوية اللي بتخلي بايثون هي الاختيار الأول في تطوير الذكاء الاصطناعي. لأن قوة بايثون الحقيقية مش بس في اللغة نفسها، لكن في الأدوات والمكتبات اللي اتبنت عليها. من أهم الأدوات دي هي المكتبات البرمجية. لو بصينا على أشهرهم هنلاقي إن في فرق مهم. مكتبة زي scikit-learn ممتازة للماشين ليرنينج التقليدي لأنها مليانة خوارزميات جاهزة للاستخدام ومثالية لعلماء البيانات. لكن لما الموضوع بيتعلق ببناء نيورال نتوركس معقدة من الصفر للديب ليرنينج، هنا بقى مهندسي تعلم عميق بيفضلوا يستخدموا أدوات زي TensorFlow وPyTorch. ونظام البيئي ده أوسع من كده بكتير. عندنا مكتبات زي بانداز عشان نحلل البيانات، ومات بلوت لايبرري عشان نعرضها في رسومات بيانية، وكارز عشان نعمل نماذج أولية سريعة للتعلم العميق، وNLTK عشان نعالج اللغات الطبيعية، وحتى هاجينج فيس اللي بتقدم أحدث نماذج ترانسفورمرز. يعني تقريباً مفيش مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي مش هتلاقي ليها مكتبة جاهزة في بايثون. وفي النهاية الفلسفة اللي ورا بايثون هي اللي بتخليها قادرة تكمل وتتكيف. هي مصممة للمطورين وجاهزة لأي حاجة هتيجي في المستقبل. البساطة والمرونة دي هي اللي ضمنت إن بايثون مش بس تكون لغة الحاضر للذكاء الاصطناعي، لكن الأكيد كمان إنها هتكون لغة المستقبل. وده بيخلينا نسألكم: إيه هي أكتر أداة ذكاء اصطناعي مبهرة استخدمتوها؟ ويا ترى إيه التطبيقات المستقبلية اللي بتتمنوا إن بايثون تساعد في بنائها؟ شاركونا بآرائكم وأفكاركم في التعليقات.